سعد ده مش ممكن، انت الوحيد اللي بتضحكني. واخرة الضحك الجميل ده كله ايه؟ اخرته خير. تتغدوا ايه؟ اخبار الفيلم يا استاذ؟ بيجهز. بص يا سعد، انا مش بعمل اي فيلم، انا كبير وشغل كبير قوي. ها انت دايما كبير بشغلك يا باشا، هو بس الفونس مستعجل شويه. لا الحقيقة كلنا مستعجلين، يعني اصل احنا جينا كتير وكل مرة ناكل ونشرب، احنا كلنا وشربنا بتمن 30 فيلم لحد دلوقتي. الاهم من فيلم هو التجهيز. الفيلم لازم تحطوا ده حلقه في ودانكم كويس قوي، ده غير الورق طبعا. انا ايام ما كنت بشتغل في اليونان كان الورق ده بيجيني جاهز، نقعد بقى عليه انا وعبد اللطيف ونغير. عبد اللطيف مين؟ عبد اللطيف درويش ده اشهر مدير انتاج. كانت افيونته مين بقى عبد اللطيف؟ رمزي وسعاد. رمزي مين؟ ده اخر فيلم انتجته سنة كام يا حاج؟ قريب. على فكره، انا كان النجوم مصر كلها بتقف قدام مكتبي طوابير. انتوا ما جيتوش مكتبي خالص؟ لا ما جيناش المكتب قبل كده. هو فين المكتب؟ في الزمالك ولا استوديوهات عجمان. يا سلام يا سلام، لو كنتوا حضرتوا الايام الجميله دي كان الفن حلو والورق حلو والدنيا كانت زي الفل. الله يرحمك يا نبيه يا زلابيا. تعرفوا زلابيا؟ يا عم زلابية مين وبلح الشام مين؟ فين الفيلم يابا؟ انت كل مرة تيجي ناكل ونشرب وتقعد تحكي لنا في حواديت. البنت شعرها وقع والواد اتكسح والفولورز بتوعهم راحوا في داهية، وانت تقعد تقول لنا عبد اللطيف عبد المجيد عمل مش عارف ايه، ومحمد اكشن قال ايه، ومش عارف كيلاني سافوريا ضرب مين. انت احنا مالنا احنا ايه ده؟ انت مضايقني يا تافه الفجر ده. عمال اتبسط معاكوا واكلكوا واشربكوا وانتوا مش عاجبكوا حاجه خالص. ايه انتوا لا هتعرفوا تكونوا فنانين ولا تقدموا اي فن. وانت زمن الفن السعيل، زمن الفن الرخم. تلاقيك اخر فيلم انتجته كان فيلم مقاولات من 20 سنه. انت تطول تعمل افلام واولاد؟ مش عايز اطول، انا مش عايز اطول. يلا يا كيت، يلا يا الفونس، يلا يا عيال. يلا فين؟ ما حدش هيتحرك من هنا غير لما تدفعوا فلوس الاكل اللي دفعتوه. لا انت عارف مين اللي هيدفع فلوس الاكل ده بقى؟ اقول لك انا مين اللي هيدفع فلوس الاكل. نبيل حلاوه. عارف نبيل حلاوه؟ ده واحد صاحبي قابلته في اليونان، قال لي حاجه مهمه جدا، قال لي ان انت راجل عبيط. ايه ده يا سعيد؟ انت كل شويه تقعد تعد فلوسك؟ يا ابني مفيش غير انا وانت، وانا مش هسرقك. يا عم محدش جاب سيرة السرقة، أنا بشوف ميزانيتي عشان لو هتكل على الله. اتكل على الله. انت هتسافر تاني؟ تسافر بقى ولا ما سافرش؟ شوف دنيتي. مش انت قلت الفلوس بتاع الشقه اللي انت بعتها دي مش هتعمل حاجه؟ مين عارف، يمكن تعمل. طب ونجيب زركر؟ ماله نجيب زركش؟ هتسيبه كده فجاه؟ ده مهما كان جوز امك الله يرحمها. أنا ماليش لا أم ولا جوز أم. طب وانا؟ أنت مالك يا سعد؟ هعيش كده؟ اخواتي اللي اتربيت معاهم طلعوا مش اخواتي، واخواتي اللي بجد يسيبوني ويمشوا؟ سعد فكك من الحوارات دي ودور على مستقبلك. أنا كمان هدور على مستقبلي. شكرا على الضيافة يا نجم. ازي حضرتك يا ماما؟ احنا يعني جينا عشان تقول لنا مبروك. الحقيقة ان دي كانت فكرة مؤنس، انا مكنتش مقتنعة خالص، بس يعني لما فكرت حسيت ان من حقه ومن حقي ومن حق حضرتك انك تباركلنا. مفيش مبروك. ايه تاني؟ ماما هو انت استحالة برضه هتفضلي مقاطعاني طول العمر. ايه اللي استحالة في كده؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ ده ابنك. هيكون اغلى من مين يعني؟ نشأت لما راح الحياة ما وقفتش. هعتبرك سيء. بعد الشر عليه. يلا يا مؤنس. نهى. نهى مين؟ بتدعي عليك. يلا. يوم ما نطلقها هاخدك في حضني
واقول لك مبروك. اوعوا تيأسوا، لسه بدري قوي على اليأس. الفنان اتخلق عشان يفشل وبعدين يفشل وفي الاخر خالص ينجح. انا زهقت بجد. اكبر غلط. فهمها يا الفونس ان الفن محتاج صبر. ما هو لا بقى في صبر ولا فن. الو. ايوه انا سعد حضرتك. ايوه. ما دفعتش الايجار ليه؟ عشان معيش فلوس. حضرتك اجرت الشقه خلاص؟ تمام شكرا جدا. طب بالنسبه للهدوم بتاعتي فين هي؟ حطيتها في شنطه ورميتها قدام باب الشقه. طب سؤال تاني بس بعد اذنك قبل ما تقفل يعني، هو هل الشنطه دي السوسته بتاعتها مقفوله ولا سايبها مفتوحه القطه تعمل بيبي جوه هدومي؟ مقفوله. لا زي الفل كده تمام جدا. شكرا كتر خيرك كتر خيرك. مع الف سلامه مع الف سلامه. سلام سلام. يا دي النيله، هتبات فين دلوقتي؟ الفنان لازم يتفلق. طب تعالى بات عندي النهارده يلا. شكرا 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 يا الفونس. بعدين انا عندي بيوت كتير. بيوت ايه ده، انا عندي قصر. قصر ايه يا سعد؟ ما انا عارفه شقتك انا والفونس شاورت لنا عليها قبل كده. يا بنتي دي شقه ابويا وامي وسبتها من زمان خلاص. طب والفنان سعد ساب بيت ابوه وامه ليه؟ عشان طلعوا مش ابويا وامي. ايه يا جماعه في ايه؟ الواحد ما تفكش معاكم بكلمتين. كوميديا وكده يا فنانين. طيب روح لهم. مش هينفع والله لان انا متخانق معاهم خناقه كبيره جدا. طب ايه رايك لو تصالحهم؟ مش هينفع بقى. ما تشغلوش بالكم، انا هتصرف. المهم زي ما قلت لكم اوعوا تيأسوا، وزي ما كنا نجوم على التيك توك هنبقى نجوم في الحياه كمان. اوعي تنتحري يا كيتي. انتحل ليه؟ انا هروح البيت اعمل حله محشي. سلام. اوعى ترمي نفسك من البلكونه يا الفونس. احنا ما عندناش بلكونه اصلا يا سعد. سي يو يا متدمرين، سي يو يا يائسين. اللي ما جاش النهارده ما جاش بكره وما جاش بعده ان شاء الله عنه ما جه. سلام. اتفضل يا استاذ سعد. هات كوباية الشاي بحليب دي. هاتوا. انت شفتها ازاي؟ شميت ريحتها. بس ده عشاية. عايزه هاتوا. تعالى خدها يا عم. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يرضيك يا رب. ربنا يعلي مراكبك. خد يا عم. هات. خد. شكرا شكرا. هنقفل يا استاذ سعد. ما احنا متفقين يا حمص. ماشي، انا قلت انبهك عشان ندخل في الدرة. ماشي صح برضه. لا انسى خالص ان انا بنت عمتك. انا مجرد بنت اسمها نانسي وبجد بتحبك. يعني انت بتحبيني حتى لو اصريت على موقفي وما رجعتش لخالك؟ ايوه، حتى لو هنتجوز هنا. يا سلام، الله ابيض واسود قوي اللي انت بتقوليه ده. بس في معظم الافلام الراجل الغني ابن الناس هو اللي بيحب الفقيره اللي ساكنه تحت بير السلم. انت بقى قررتي تتجوزي الفقير. حلو قوي ده. طب ده رهان وتحدي ونشوف مين فينا بيحب التاني بجد. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لو انا حبيتك اكتر هصدقك وهعيش عيشتك، ولو انت حبيتني اكتر هتصدقني وهتصدق ان بجد نجيب يستاهل انك تكون ابنه، وما تبخلش عليه بحقه. حقه؟ اه حقه. في الاول وفي الاخر هو ابوك. طب وانا؟ انت ليك كل حاجه. فلوس والورث يعني؟ لا، ليك كل حاجه فيه.
حبه، حنيته وقربه. وهو كمان ليه حق عليك ان انت تبقى جنبه في السن ده. لو انت مش قادر تعمل اي حاجه في دنيتك دي غير ان انت تخلي بني ادم يحبك ويطمن بوجودك جنبه، ده كفايه. بس هو انا لازم برضو اكون قادر اعمل كده؟ حقك، بس الحاجات دي مش بالعقل العدل طيب. ولا بالعدل. الحبايب مفيش ما بينهم عدل، امال في بينهم ايه؟ في بينهم حب. لا يوجد عدل بين المحبين، فقط يوجد حب. هكذا قالت الفتاة ذات الوجه الصبوح لحبيبها الحزين الشارد، وهي تحاول أن تجعله يحب الحياة التي كرهها منذ فترة طويلة. وبيت فين يا سعد؟ الحمد لله يا بنتي، مصر مليانه قهاوي بتسهر لحد الصبح. بس ما ينفعش تكمل حياتك في الشارع كده يا سعد. ومين قال؟ انا عندي صحاب عندهم قصر. يا سعد انت لو ما متش من البرد هتموت من الفشر. فشر؟ طلب حار يا عمنا والنبي. حاضر. فشر يا كيتي؟ ماشي، بكره تصدقي يا كيتي لما ان شاء الله باذن الله اعزمك في القصر. مش لما تروح القصر الاول تبقى تعزمني؟ حاضر. هروح ان شاء الله. يلا يا عمنا والنبي عشان مش فاضي، الله يبارك لك. حاضر. اقفلها يا كيتي بقى، اقفلي. سلام. يلا سلام. يلا يابا.